انت حاسس بايه دلوقتي؟ بتمر بايه دلوقتي او ايه طاقتك الاساسية؟ انا سامعة غليان. غليان حميد. غليان حميد علشان تبقى نسختك الحقيقية الافضل، وتعرف تستمتع وتتبسط وتحقق العدل وتتنقل بقى فعلا من غير ضحك على الدقون. انا سامعه هو اللي فات كله ما كانش ضحك على الدقون، بس انت فاكر كده عشان الموضوع طول. بس انا سامعه بنعمل من الفسيخ شربات، بنعمل من الكربون، بنولد طاقة، بنطلع جوهرتك الحقيقية، بنصهرك وبنضغط عليك شوية. هو ده مش استحسان للألم ولا رغبة في الألم، ولا ده رغبة في حبنا ليك الحقيقي. احنا شايفينك حاجة كبيرة قوي، شايفين أصلك التوحيدي كبير قوي. يعني ايه أصلك؟ الواحد يعني أصلك الوحيد، ذاتك الحقيقية، الصورة الكاملة كبيرة. فعمالين نضغط عليك علشان نطلع منك أحسن حاجة ممكن توصل لها. علشان كده بنحاول نطلع منك أحسن حاجة، بنقلبك علشان نطلع منك أحسن حاجة حابب توصل لها. لو وصلت لحد هنا فأنت حاسس إن القراءة دي ليك، حاسس إن الطاقة دي ليك وبتلمسك. القراءة دي علشان نقدر نفهم نفسنا، نفهم دلوقتي احنا بنمر ايه، الطاقة اللي احنا بنمر بيها في المرحلة دي طالبة مننا ايه، ازاي ممكن نعيش على الأرض، وازاي ممكن نفهم نفسنا بس. وهنطلع في الآخر بخطوة حقيقية ناحية الحياة اللي احنا حاسين ان هي شبهنا وحقيقتنا. في آخر الخطوة هنطلع بخطوة واحدة عملية، فخد اللي يلمسك وسيب الباقي لغيرك. طيب ازاي ممكن تبقى مبدع بان انت بنضغط عليك علشان نطلع القدرات الكبيرة قوي اللي جواك، علشان تقدر تتعلم من حدسك وتشحن طاقتك وتعيش مسارك الحقيقي. طيب ازاي بقى بتضغطوا علينا علشان تطلعوا الإبداع الجميل ده؟ أنا سامعة كل ما لا تراه وهو في موضع الروح أو في مكان الروح، أو تراه من خلال رؤية الروح غير ما تعيشه وتحسه على الأرض. فممكن يكون اللي انت بتعدي فيه مؤلم قوي، بس الروح شايفاه من منطقة تانية غير خالص. هدف الروح ليس أنها تؤلمك، ولكن أن تزكيك. أن تزكيك. هي بتعمل لك كل ده عشان تجيب لك العدل لحد عندك، عكس ما انت فاهم، عكس ما انت حاسس، وعكس ما انت قاري، عكس ما انت شايف ان هي مش بتحبك، هي بتؤلمك، هي عمالة تبعدك عن ان انت تمارس حياتك على الارض. بس هي في الحقيقة بتعمل العكس، هي بتنقلك. انت شايف ده كله، هي بتعمل بقى معاك العكس اللي انت شايفه، بتحقق معاك العدل علشان تحببك في نفسك، تحببك في نفسك، تعيش حياتك وتبقى عارف. وده اللي انت ادركته الفترة اللي فاتت، هي ايه حياتك وازاي تعيش في دماغك مع المجتمع بطريقة صح، فنقلتك. بس علشان الآية تتعدل زي ما عدلناها دلوقتي، ما تبقاش مقلوبة محتاج تقلب اليونيكورن. يعني ايه تقلب اليونيكورن؟ تقلب الطاقة الغير حقيقية للأرض الكاملة، الويكيبيديا اللي موجودة في عقلك وبس. مشاعرك وجسمك عارفين إن هي
مش حقيقية. عشان كده المشاعر بتحاول ترجعك لحاجة من الطاقة القديمة، مش عشان ترجعك للطاقة القديمة زي ما انت فاهم. هي عايزاك تمشي في طريقك زي ما انت عامل كده، عملت الشفت. في بقى ناس حواليك كله انتقل، في الذي تقبل الانتقال وفي من لم يتقبل الانتقال، ولكنه لا يمكن أن يكون في نفس موضعه القديم، فهو تائه في وسط الغاب، وعليك فقط أن تمشي في طريقك، وهو سوف يلاقيك من الوقت للآخر وسوف يرشق فيك علشان تحقق اللي انت زرعته فوق في الأثير وينزل لك على الأرض. مجتمع واعي وليس كامل. مجتمع واعي وليس كامل، هو ده السفر الحقيقي. هم كمان روحهم نادتهم زيهم زيك، انت في حاجات عرفت تظبطها وحاجات لا، بس كملت الانتقال. هم كمان جالهم الانتقال، ممكن فعلا انتقلوا بشكل تام وكامل، ولكن ليس الكمال الذي تنشده أنت. الكمال الذي نقصده هو ما تستطيع أن تحققه في هذه اللحظة على الأرض. هذا هو الكمال الحقيقي، وليست الأرض المنشودة الموجودة في عقلك فقط. الأرض المنشودة موجودة، ولكن ليست التي في عقلك. لو كلنا طاهرين، لو كلنا عفيفين، لو كلنا ماشيين على نفس الموجة، يبقى نقعد بقى فوق مع الأرواح. احنا نازلين نعمل ايه هنا على الأرض؟ نازلين ناكل مع بعض أكل صحي؟ نازلين نعيش حياتنا مع بعض؟ فمعنى كده ان احنا ده مش هيبقى موجود فوق، محتاجين ننزل على الأرض، فنعمل الحب اللي موجود فوق ده ننزله تحت على الأرض، بان احنا نعمل شير للفيجن بتاعتنا اللي موجودة فوق، ونستخدم مواهبنا وإمكانياتنا بقى. طيب يعني أعمل ايه؟ مهما الدنيا كانت بتتقلب، استخدم إمكانياتك واعدل الميلة. طيب ايه علاقة ده؟ لو انت وصلت للنقطة دي فأكيد الطاقة دي ملمسة معاك بشكل كبير قوي. هي دي طاقة عامة، فمستحيل تبقى ملمسة معاك 100%، أو هي ملمسة معاك 100%، بس لا تلبسها. يعني ما تلبس الطاقة ما تلبس حاجة نفسك مش بتاعتك. مش مقصود إن في حاجة من الطاقة ناقصة وبعيدة عن طاقتك، هي مقصود بيها شوف الطاقة دي لمسة جانب إيه في حياتك، في حكايتك، ومشي عليها. يعني اعدل خد الطاقة طبقها على المثال اللي انت عايشه. لان ممكن يكون واحد عايشه في علاقة، ممكن يكون عايشه في مال، علاقته بالمال، ممكن يكون عايشه في علاقته مع الأصدقاء، ممكن مع حبيبه، ممكن مع العيلة، ممكن مع زمايله في الشغل، ممكن كذا نقطة على حسب. أنا سامعة أنت اشتغلت على إيه الفترة اللي فاتت، فهيبقى ملمسة معاها الطاقة دي. جميل جميل. ففي حاجات عدلت لها الميلة، وحاجات لسه يبقى الطاقة دي ملمسة معاك. اوكي عشان تنقل. اوكي، فلو الطاقة دي ملمسة معاك خد نفس كده وركز ان انت موجود هنا وفي اللحظة دلوقتي، وسيب لنا كومنت وحتى لو بسيط تقول لنا احساسك اللي انت حاسه لما وصلت لحد هنا في القراءة. عارف لما يبقى عندك علبة ألوان كبيرة قوي، علبة ألوان كبيرة جدا، انت مش عارف تعدلها، تجيبها كده تجيبها كده تجيبها كده تقلبها، وده اللي انت كنت عايشه زمان. عايش حاجة مش حقيقية. أنا حاسس إن جوه كنز جوه كنز جوه كنز، ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا، قد يكون فضة أو حتى نحاس أو ممكن بلاستيك أو أقلام خشب ورصاص. كربون، جرافيت، سوبر دارك،
تحت صندوق الكنز انت فاكر هتلاقي فيه ذهب وياقوت ومرجان؟ هو ده اللي كان بيتقال وده حقيقي، بس هي القضية ان نظرة الروح للذهب والفضة والياقوت والمرجان والقواق واللولي غير نظرتك انت الأرضية. فهم فعلا جابولك ده، بس انت فتحت صندوق الكنز من هنا وتقول لا 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 لا، مش هو ده اللي انا عايزه، انتوا ما وعدتونيش بكده، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه. فاللي هو انت هتخوننا؟ هو احنا قلنا لك ان جاي لك ذهب وياقوت ومرجان، بس انت اللي اخدته بالمعنى الارضي. طب هو انت سألتنا نقصد ايه بالذهب والياقوت والمرجان واللولي؟ طب مش يمكن هي كلها اصلا حاجات جواك؟ طب انا عايز الياقوت والذهب والمرجان اللي بره. ايوه، ما هو اللي بره مش هيجي غير باللي جوه، وحتى لو ما لجاش فده هو الاساس اللي انت جاي علشانه. هي دي رغبة الروح، بس فيها ايه لما تستخدم بعد كده رغبة الروح دي في ان انت تحقق فعلا بقى حقيقتك على الارض. مش يمكن احنا وصلنا لحد هنا بس انت مش عارف ايه القيم الحقيقية بتاعتك؟ يمكن انت حاطط الثراء، حاطط الوفرة بمعنى الثراء، الفلوس، العربيات ممكن مش دي اصلا قيمك الحقيقية، مش دي رغبة روحك الحقيقية. او يمكن انت عايز الثراء علشان السعادة مش علشان الفلوس ذات نفسها. يمكن عايز الوفرة عشان تحس بالرضا، مش القضية في الوفرة نفسها. يمكن تكون عايز العلاقات مش عشان نبقى متناغمين ومتداخلين وسايحين في بعض زي ما انت كنت فاكر، يمكن علشان نتفاوض، نتخانق، نرجع نتفق ونصطلح ونتناغم ونتكيف وبعدين ندعم بعض. مش يمكن انت اللي كنت شايف الصورة من منظور مختلف؟ أو ممكن يكون في جزء منظور كاذب؟ قلبت وطلعت حاجات كتيرة قوي فهمتك حقيقتك، فهمتك التجذر بتاعك، بس انت الفترة اللي فاتت كأنك عمال تبري، عمال تبري 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 بالتنين بالنار الجذور بتاعتك. فاللي فاضل ومش مبري ده صغر قوي قوي قوي. اللي فاضل مش مبري أنوثتك، انت ما بتمارسهاش. فين الحب في حياتك؟ فانت بقيت اللي هو اروح هنا زي ما قلنا القراءة اللي فاتت، ولا اروح هنا، عقلي مشاعري، عقلي مشاعري. طب ما تبردي زي ما بريد دي وتاخد الاتنين مع بعض، الاتنين مبريين، تقدر تستخدم الناحيتين مع بعض. مش يمكن دي الحقيقة اللي انت ما كنتش شايفها؟ ففي نار دلوقتي، في نار كبيرة جاية تبريك علشان تطلع الكربون اللي جواك، السواد الشديد من اللي انت عديت بيه. محيت كتير بس بأستيكة سودا ما بقتش تنفع، ما بقتش تنفعك ولا تنفع البياض اللي انت عايز تاخده معاك كمان. كل ده اسود. طب فين البياض في حياتك؟ مسحت كتير، شلت كتير قوي. ولسه معاك فرصة ان انت تمسح من غير استيكة جديدة، هي نفس الاستيكة بس استيكة غالبها البياض مش السواد. عمال تفكر وتقول اللي عديت بيه كتير، اللي عديت بيه موجع، اللي عديت بيه موحش، بس الحقيقة اللي عديت بيه هو اللي بيخلق لك العالم الجديد اللي انت حقيقي عايز تعيش فيه مع الناس. بس احنا هنا على الارض ما بيجيش ان انت تتصوره فوق بس وتتخيله، لا كمان تطبقه هنا. الاتنين مهمين، الاتنين مهمين. ما انت كنت بتجري تطبق بس، وكنت بتدي قوي وكتير وبتعمل كل حاجة، كنت بتاخد،
كنت بتتسكع. فيبقى مش ده المطلوب. طب هو المطلوب ان انا اسيب الناس، اهجر الناس، احس بالوحده واقعد لنفسي في مجتمع مستحيل يبقى هنا على الارض بالشكل التام والكامل اللي انا رايده، اللي انا عايزه، وفاكر ان قلبي ميال ليه، بس هو خيالي اللي ميال ليه. قلبي عايز يحققه بس بالطريقه اللي الروح طالباها مننا نحققه فوق وكمان تحت. وده اللي هيعمل لنا الشفت والانتقال، ونعرف نحقق الحقيقة دي هنا، بان احنا نعيش حقيقتنا في اللي احنا بنيناه فوق في الأثير هنا على الأرض. فاقلب الآية لصالحك. فهنا بقى هيجي ايه؟ كاريوكا. كاريوكا ده مرسوم كاريوكا، دي ماركة أكيد يعني، بس أنا سامعة تحية. تحية كاريوكا. ليه مش عارف تفكس تزوم؟ انت مقرب قوي، ابعد الصورة شوية عشان تعرف تتبسط بجد. بص لها من بعيد بس، قرب من الوقت للتاني وتعامل. هو انت امشي في طريقك وهو اللي هيجي يخبط فيك ساعتها تعامل. ما تقربش القرب القوي بتاع زمان، هو ده اللي هيديلك البريميوم كواليتي للنيد لرغبتك. اوكي، ساعتها هتعرف تبري القلم صح. والبري اللي انت عملته مش زي ما برينا هنا بيتبعتر البري، فتضطر تنفخه كل شوية وتبعده عنك، زي ما بتعمل مع العلاقات مثلا، زي ما بتعمل مع المال، زي ما بتعمل مع الشغل. تقعد تدوس وتعافر وتدي قلبك كله، وكل شوية تزق الناس أو تزق العمل ده عشان انت تعبت، جسمك تعب، روحك تعبت، لأنها عايزة تبعد بقى، كفاية ضغط. وبعد ما بعدت خالص اكتشفت ان هو بس القلب برضو له احكام. طب فيها ايه لما اخد قلبي وعقلي مع بعض؟ فلما تيجي تبري هنا، كل ما يقربوا منك وانت ماشي في طريقك فتروح باري نفسك وهم يشتغلوا ويبروا نفسهم، فايه اللي يحصل؟ ساعتها هنبقى خدعنا العقل، خدعنا الواقع، وحققنا اللي احنا عايزينه، مش فوق بس، لا كمان على الأرض. وهنا بيبقى ميزة اكتشافنا، وهنعرف أهمية اكتشافنا لصندوق الكنز ده اللي احنا غضبانين لما اتفتح وشوفنا اللي جواه. أنا سامعة نبص على كربون، نتريك أوكسايد، نشوف الكربون أهم حتى لو مفيش وقت للنتريك أوكسايد. طيب أوكي، طب أنا هوقف كده وارجع لكم. طيب هو أنا لما دخلت كده عملت سيرش كده لذيذ في اللذيذ منه، كتبت كربون، فطلع لي إن الكربون درجات انصهاره عالية، موصل جيد للحرارة، وخاصة الجرافيت. الجرافيت الكتابة. طيب الكهرباء بدرجات متفاوتة، بيوصل الكهرباء برضو، وقادر على تكوين سلاسل كيميائية معقدة جدا، وهي أساس الكيمياء العضوية. اللي يوصل له أي إحساس أي حاجة من الكتابة دي يكتب لنا. درجة الانصهار والغليان بتاعته عالية قوي، وجايب أرقام 36 52 وماشي. فأنا حسيت إن ليها علاقة بمفاتيح الجينات، فقلت قبل ما أدخل أشوف نبص الخصائص بتاعة الكربون أو استخدامات الكربون. أهو الكربون بيتعمل منه الماس، بس محتاج يقع تحت درجات غليان عالية قوي علشان تتكون روابط معينة، فيطلع من الكربون يطلع لنا الماس. فانت هتاخد الماسة بتاعتك ازاي؟
من غير ما ترتفع بيك الطاقة بالشكل ده وتتحقن جامد قوي، نار وبري وحرارة. فأنا سامعة الناس اللي بتقرب منك كل شوية وانت ماشي في طريقك، دول مهمين ليك علشان يحولوا الجرافيت أو الكربون لماسة. فانت هتتحول لماسة ازاي وانت ما طبقتش؟ الوقود الأحفوري، أقلام رصاص، جرافيت، مجوهرات الماس، الحاجات اللي طالعة من الكربون، إن النباتات بتستنشقه وتحوله لأكسجين تستفيد وتتنفس بيه. بنستخدمه في مواد ذات شدة عالية. انت هتقابل حاجات في حياتك، النار اللي بتتعمل فيك وبتتزق جواك دلوقتي وعمالة تعلى 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 تعلى، هتساعدك في اللي انت هتشوفه بعدين، عشان هتتفتح لك سكك عمرها ما اتفتحت لك. ناخدها برضو بالمفهوم الروحي، احنا نمشي على الأرض بس اللي هيجيلنا هو رغبة روحنا. طيب بيستخدموه في الطب كمان علشان يطلعوا السموم والغازات اللي موجودة في الجهاز الهضمي. مش في دواء كربون صحيح؟ مهم علشان كمان الجسم يقدر يكون البروتين، الكربوهيدرات، الدهون اللي بياخدها وبيتغذى بيها وبياخد بيها الطاقة في الجسم. بيساعد ان النفس او الاكسجين يعلى فيوصل للمخ وكمان للاعضاء، فيبقى انت حيوي اكتر والدورة الدموية ماشية جواك اكتر. بيحميك من التسمم والجرعات الزايدة من الادوية. فاكرين الفيديو اللي فات لما قلنا انت قعدت تقوي نفسك جامد قوي، فده اثر على ان انت تعرف تمارس، فالدرجات العالية دي عمالة تزقك كل شوية علشان تطلع تمارس ده مع الناس. ده المطلوب أصلا. طيب أنا لما جيت قريت بقى الجينات الموجودة طلع لي 36 بيتكلم على احنا هناخد دول جينين ودول جينين. يعني أنا حسيت إن هو الانتقال من درجة الحرارة دي لدرجة الحرارة دي، التدرج ده هيوصلنا منين لفين؟ درجة الانصهار والغليان العالية قوي بتاعة الكربون أو اللي بيتحول لجرافيت بعد كده. طيب قلم تعرف تكتب بيه؟ أوكي. طيب 36 الإنسانية والاضطراب، تأثير السوشيال ميديا والأحداث. يعني ممكن المخاوف اللي انت بتشوفها بقى بتسمعها أو اللي انت عشتها وسببت لك اضطراب وطلعت من حتة الإنسانية اللي هو أنا ما بقتش عايزة أتعامل مثلا وفصلت نفسي، تروح لحتة ضبط النفس والتوتر ضبط النفس، السكون برغم الضغط، ان انت تتنقل من التوتر لضبط النفس. ان انت ساكن. اوكي. انت بقى عندك خوف من تأثير الحاجات اللي بتشوفها او بتسمعها او اللي انت عشتها، فيبتدي الكون، ربنا عن طريق الكون يديلك أحداث وحاجات تضغطك وتحركك وتخبط فيك كل شوية علشان تعلي عندك الحرارة ومخزون الحرارة جامد قوي في جسمك، فيتحرك الهواء جواك، فاللي هو العقل اللي عمال يشتتنا، فانت توصل من ان هو برغم الضغط اللي بيتكون حواليك وجواك اللي ممكن يعمل لك توتر، تطلع من الضغط الشديد ده لضبط النفس. فانت تتعلم ان هو برغم الدنيا بتتقلب حواليك انت ساكن وضابط نفسك. فبعد كده يجيلك 35 و50 اللي هي ايه؟ القلب المغامر بقى، ان انت تطلع من حتة اللي هو هو كل يوم عيد، كل يوم عيد. عارفين البنوته دي اللي عامله ريل صغير كده؟ هو كل اللي هو ايه، هو الحاجه عماله تتكرر، فاللي هو انت تطلع بقى من الملل من الحاجه بتتكرر وتبقى المغامر ان هو دي حاجات كأنها حاجات جديده بتحصل، انت هتحس فعلا لحد ما يحصل فعلا حاجات جديده، ما تبقاش نفس الحاجه بتتكرر بنفس السيناريو بنفس النتيجه كل مره. فتطلع اللي هو من ظل الفساد للتوازن والانسجام مع الطاقة اللي انت بتتعامل بيها. من الآخر ان انت تطلع من ان هو انت كنت خايف من اللي حصل قبل كده
وإن هو بيتكرر بنفس حذافيره وكل مرة كأن الموضوع ما بيخلص. فبقيت خايف تعمل جديد، فتطلع من حتة التوتر وإن كله هيتعاد، وإن الحياة ضاغطة قوي، الناس ضاغطة قوي، المال ضاغط قوي، المشاكل اللي بتحصل في الشغل ضاغطة قوي، اللي هو ما بقيتش أتوتر، بقيت منضبط النفس برغم كل اللي بيحصل والدنيا بتتشقلب حواليا. فتبقى مش ملان ان الحاجة هتتكرر، فيبقى عندك حب للمغامرة، فالدنيا فعلا تبتدي تتغير وتتحرك، فيبقى عندك القلب المغامر اللي عايز يغامر ده وعايز يجرب الجديد. فتطلع من ان هو اللي احنا بنحاول نربطه دلوقتي كمان، ان هو من الفساد والانفصال للتوازن والانسجام والتكيف، تطلع منه للتكيف وبعدين الانسجام والتوازن والانسجام. فتقدر برغم الضغط اللي بيحصل كل شوية من الطاقة اللي بره دي، انت ماشي في طريقك ومكمل، وفي نفس الوقت لما بتجيلك بتبقى هادي، فتعرف تتعامل معاها، فتبعد تاني فعادي مش فارق، عارف، ما بقاش يفرق. ف ف ايه ده؟ ايه يا اخي ده؟ انا سامعه عملتها ازاي دي؟ بس دي كانت الطاقة بتاعت النهاردة. أنا سامعة امتن للصندوق بتاع الكنز اللي طلع لك ده، لأنها أهم حاجة أنت شفتها في حياتك، وهي اللي هتساعدك إن أنت تعيش حياتك على الأرض. احنا كده وصلنا لآخر الفيديو، خلصنا الرسالة. لو الرسالة دي لمستك، خد الرسالة وفكر ازاي ممكن تطبقها في حياتك. مش كل حاجة بتتغير مرة واحدة، بس ان احنا ناخد خطوة خطوة بنية صادقة كده، كفاية هي اللي تخلينا نبدأ بيها فتغير بعد كده اللي جاي. فاكتب في التعليقات ايه الخطوة الواحدة اللي تقدر تعملها بعد ما انت سمعت الفيديو ده والقراءة دي ولمستك. ولو عندك سؤال عن مرحلة في حياتك اكتبه، وممكن يكون هو محور القراءة اللي جاية من السلسلة دي، سلسلة تعيش حياتك على الأرض. وكان معاكم آلاء سرور، وأشوفكم بقى إيه تحت في الكومنتات، وأشوفكم بعد كده في الفيديو اللي جاي. يلا سلام باي.